طب تعالى عند المنطقة، أول ما توصل المنطقة اللي فيها ذبذبات هنشوف أهو. هي بدأت تعمل تراك في المنطقة دي اللي عند الفريم 500. ساعة ما شفت القفزة دي، القفزة ديت عند فريم 507. القفزة دي هي القفزة اللي بترجم عن طريق التايم لاين اللي انت شايفه. بعد كده في قفزة تانية اهي. طبعا كل القفزات ديت ما ينفعش، مش مقبولة خالص في التراكنج. فانت لازم تمسح النقطة دي، يعني كل نقط فيها ذبذبات غريبة بالشكل اللي انت شايفه ده لازم تتمسح عشان يبقى الكيرف بتاعك كلين قدر الإمكان بالشكل ده، يبقى كله هوموجينيوس قدر الإمكان. في الحالة دي أكون أنا خلصت عملية التراكنج، وبعد كده ندخل على عملية اللي بعدها على طول اللي هي السولف. يعني كده عملت التراكنج، هدخل بقى على السولف. كلمة سولف دي هضغط عليها وهاجي على سولف كاميرا موشن. دي أول خطوة في السولفينج. يعني كل الاسيتس اللي قدامنا دي الريفرس دي هنلعب فيها، بس لما نعمل سولف كاميرا موشن الأول نضغط عليها كده. هيقول لك at least 8 common tracks on both keyframes are needed for reconstruction. الكلام ده معناه ان هو بيعمل سولف من فريم كذا لفريم كذا. هو هنا مختار كي فريم A 1 كي فريم B 30. لو خدت بالك احنا بنبدأ الفريم من عند 180 لحد 600، ففريم 31 اصلا واحد، وفريم 30 بره الاريا بتاعتنا. انت لازم تخلي دي تبدأ مثلا ب 180، ودي ممكن نخليها 250 مثلا، ونعمل سولف تاني هيبدأ يشتغل. وبيقول لك الايرور سولف، السولف ايرور 1.19 من 100 بكسل. الرقم ده لازم يبقى اقل من 1 بكسل. ليه؟ عشان الواحد بكسل الحركة بتاعته انت مش هتلاحظها. يعني لو الايرور بتاع التراك اقل من 1 بكسل، عينيك المجردة مش هتلاحظه، لكن لو هو اكبر عينيك هتلاحظه في الفيديو بعد الريندر النهائي. ففي الحالة دي لازم نقلل الرقم ده قدر الامكان.